وهو ده بقى من العصاير الأساسية كمان، بما إن رمضان جاي في الشتا، كل سنة وانتم طيبين، لازم يبقى على سفرتنا. بجد منعش جدا ومغذي وكله قيمة غذائية. هنعمل النهاردة عصير جزر بالبرتقال تحفة جدا. لو ولادك ما بيحبوش الجزر زي ولادي، خبيه جوه البرتقال كده ومش هيبان خالص طعمه. هقول لك نعمل ايه عشان ما يبانش طعمه وناخد كل الفايدة بتاعته. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجه معايا نص كيلو من الجزر. انا مقطعه كده حلقات وقشرته وغسلته كويس جدا، وبعد كده حطيته في حله وحطيت عليه معلقتين سكر، ممكن ما تحطيش مفيش مشكله خالص. وهنحط الميه يا دوبك تغطي الجزر بالظبط، يعني ما تزوديش الميه. نحطهم بقى على النار ونوطي عليهم وتغطي الحله وخلاص كده. معايا برتقان 3 كيلو من البرتقان، يعني انا استخدمت 3 كيلو من البرتقان، نص كيلو من الجزر. معاكي تستخدمي لغايه كيلو الا ربع من الجزر، مفيش مشكله. غسلت البرتقان كويس، وبعد كده انا بصراحه من الناس اللي بتعصر برتقال. انا بحب اعصره كده يدويا. عندي عصاره كهرباء، وكمان عايزه اقول لك كمان ان ممكن تستخدميه في العصاره اليدويه، مفيش اي مشكله خالص. بس انا بحب طعمه كده، يعني ما بحبش البرتقال بصراحه مضروب في الخلاط. فكل واحد وله طريقه، مفيش اي مشكله خالص، اعملي اللي انت عايزاه. بس انا بحس كده لا في بذر ولا في القشر ولا هيمرر معاكي، وهيبقى تحفه جدا. بس عصرت كل الكميه بقى، اقعدي كده في الارض كده واعصري كل الكميه. وبعد كده هنا الجزر بعد ما اتسلق، حطيته كده في طبق معايا. ممكن تحطيه طبعا في شفشق الخلاط، في الكبه، مفيش اي مشكله خالص. انا ضربته بالهاند بلندر، وحطيت الجزر وحطيت شويه من عصير البرتقال، وهضربهم بالهاند بلندر، وحطيت معاهم كوبايه من السكر. بس انا زودت ربع كوبايه من السكر، يبقى انا كميه 3 كيلو برتقال مع نص كيلو من الجزر خدوا معايا كوبايه وربع من السكر. بالنسبه لي تحليه ممتازه جدا، والبرتقان كان طعمه مزز. وطبعا يا بنات البرتقان اللي انا استخدمته برتقان بلدي، ومن احسن الانواع في عصير البرتقان البرتقان البلدي، بيبقى جواه ميه كتير ومزازته حلوه وطعمه بيبقى رهيب. بصوا بقى، هنا بعد ما ضربت كويس جدا والسكر تمام مظبوط معايا، رجعت كل العصير البرتقان اللي انا ضربته على الجزر. بصوا القوام بتاعه خفيف، مش قوام تقيل. الجزر والله طعمه مش باين خالص. انا والله ما بحبش طعم الجزر اساسا في العصير. فبصوا بالنسبه لي 3 كيلو من البرتقال مع نص كيلو من الجزر، القوام ممتاز حلو جدا. جربوه في رمضان وان شاء الله يعجبكم ويعجب اولادكم. وكل سنه وانتم طيبين. اتمنى الدعم واللايك، ما تنسيش اللايك بالله عليكي، والشير ومنشن لصاحبتك اللي عايزاها تعمل لك عصير برتقال بالجزر. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.